اختراعه يقتل 4 مليون إنسان كل عام. إليك قصة الجندي الروسي ميخائيل كلاشينكوف، مبتكر أشهر سلاح فردي بتاريخ البشر. ولد كلاشينكوف في روسيا عام 1919 لعائلة فقيرة، وكان مولعا بالتكنولوجيا منذ صغره. التحق بالجيش السوفيتي عام 1938. عام 1941 أصيب في الحرب العالمية الثانية، وأثناء فترة علاجه نجح بصناعة سلاح سيخلد اسمه للأبد: البندقية الرشاشة الهجومية كلاشينكوف. دخل هذا السلاح الخدمة العسكرية بالجيش السوفيتي عام 1947، وما لبث أن تحول للسلاح الفردي الأكثر انتشارا في العالم. حقائق مذهلة: 106 دول تعتمد الكلاشينكوف سلاحا لجيوشها، 30 دولة منها تقوم بتصنيعه محليا، ويعد السلاح الأول لحركات المقاومة والعصابات. تسبب بوفيات أكثر من نيران المدفعية والضربات الجوية والهجمات الصاروخية مجتمعة. لا تجده في المعارك فقط، بل على أعلام الدول مثل موزمبيق، وعلى أعلام الميليشيات مثل حزب الله اللبناني. أما مصر فقد خلدته ببناء نصب تذكاري في مدينة الإسماعيلية. أهدي هذا السلاح للقادة والزعماء على مدار عقود من الزمان، واعتبر أحد أهم 3 اختراعات غيرت وجه البشرية في القرن العشرين. نال كلاشينكوف عشرات الأوسمة والجوائز بسبب إنجازه، لكنه خسر سمعه للأبد نتيجة ولعه بتجارب السلاح. وعلى مدار 66 عاما شاهد ميخائيل الدماء تسيل بسبب اختراعه، لكنه كان يواسي نفسه بالقول: لقد صنعته لحماية الوطن. لكن السياسيين استخدموه بطريقة خاطئة. مات كلاشينكوف عام 2013 ودفن في بلده روسيا بمراسم الأبطال. لا يعرفه الناس شخصيا، لكنهم يعرفون اسمه الذي يجوب أصقاع الأرض بالموت، محمولا على 100 مليون قطعة سلاح.